كتير مننا بندخل رمضان وإحنا متحمسين ومتأكدين إن إحنا هنخس، طبيعي جدًا هنصوم 12، 13 ساعة على مدار اليوم، فأكيد هنخس، ده شيء منطقي، ونتفاجئ آخر الشهر إن إحنا زدنا 3، 4 كيلو، ده لو ما كانش أكتر. طيب منين يا يوسف أنا باصوم 12 أو 13 ساعة يوميًا ولمدة شهر كامل، وممكن أجي آخر الشهر ألاقي نفسي زدت، يعني تقريبًا أنا صُمت 15 يوم كاملين وكلت 15 يوم بس، فإزاي أزيد رغم إن أنا ممكن نُص الشهر؟ يعني لو جينا حسبنا بالورقة والقلم إن أنا يوميًا باصوم نُص اليوم، فده معناه إن أنا على مدار ال30 يوم أنا صُمت 15 يوم كاملين وكلت 15 فقط، إزاي ده يخلّيني أزيد؟ ده اللي إحنا هنعرفه، وهنعرف الأخطاء اللي إحنا بنعملها تخلّي وزننا تزيد، وكمان الحاجات اللي إحنا بنعملها في رمضان هنكون بنعملها غير رمضان، وهي دي برضه اللي هتكون مسببة في إن إحنا وزننا يزيد، سواء كنا في رمضان أو غير رمضان، ده اللي إحنا هنتكلم فيه في الفيديو ده، ونعرف إيه الأخطاء اللي إحنا بنعملها سواء في رمضان أو حتى بعد رمضان بتتسبب في إن إحنا وزننا يزيد، رغم إن إحنا بناكل قليل زي ما إحنا بنعمل. الأول يا صديقي عايزك تشترك في القناة، لإن إحنا بإذن الله هنتعلم إزاي نحافظ على صحتنا ونتمرن بأقل وقت ممكن من غير ما نأثّر على وقت شغلنا، وكمان إزاي نتعلم الmedia buying والSEO وأفضل الpractice اللي هتفرق معانا جدًا وفي تحسين شغلنا، وواحدة واحدة حاجات كمان تانية هتبدأ تدخل، فإن شاء الله تستفاد معانا، فاشترك في القناة ويالّا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم زي ما كنا بنقول إيه الأخطاء اللي إحنا بنعملها بتأثّر على زيادة وزننا من غير ما إحنا نحس، رغم إن إحنا بناخد وقت طويل مش بناكل، سواء كنا صايمين أو حتى بعد رمضان، مش بناكل حتى 3 مرات في اليوم، ورغم كده وزننا بيزيد. ده اللي إحنا هنعرفه عن طريق عدة أخطاء شائعة جدًا، وفعلًا هي كفيلة إن هي تزوّد وزنك. فخلّينا نبدأ. أول خطأ واللي أنا باشوفه الأهم، سواء كنت بتفطر في رمضان على المغرب أو حتى في يومك العادي بتفطر الصبح، سواء كان بدري أو حتى متأخّر، هو إن إحنا بناكل كإننا في مسابقة عالمية، مين ياكل أكتر وأسرع وأتقل، ال3 حاجات مع بعض. خلّيك فاكر يا صديقي إن إحنا لمّا بناكل بهدف إن إحنا نسند نفسنا، بمعنى أدق نكون مركّزين في حياتنا، مش بناكل بهدف الأكل في حد ذاته، لإن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن المعدة تكون تِلتها للأكل وتِلتها للمَيّة وتِلتها للنَفَس، إحنا أحيانًا بنخلّيها كلّها للأكل وعايزين لسه نشرب، فإحنا مش عارفين الكلام ده إزاي يتم، فده بيسبب إن إحنا بندوخ وبيسبب إن إحنا بناكل نحس إن إحنا مش قادرين نكمّل، وعشان كده ناس كتير جدًا مننا بتيجي بعد الفطار تقول أنا عندي خمول، رغم إن ده مش منطقي. في الصيام إحنا كنا بنحس بنشاط كبير جدًا على مدار اليوم، ده بيحصل معانا كلنا، ونيجي بعد الفطار الدنيا تتقلب تمامًا، رغم إن أنت المفروض دخّلت لجسمك طاقة يستخدمها فيبقى عندك طاقة أكتر. أنا فاهم إن إحنا ممكن نقعد أول ساعة بعد الفطار جسمنا بقى عايز يهضم الأكل اللي دخل له، ده حاجة طبيعية جدًا، لكن مش نقعد في خمول من بعد الفطار لحد السحور، لإن لو إحنا بيحصل لنا كده دايمًا ده معناه إن إحنا بناكل غلط، وده أكبر مؤشر لينا إن إحنا بناكل غلط، وغلط، وغلط كمان. فزي ما كنا بنقول كده إن أول خطأ إن إحنا بناكل زيادة سكريات، وكمان زيادة دهون، وكمان كربوهيدرات، ال3 دول مع بعض مدمرين لأي وزن أنت عايز تنزله وحتى لجسمك. دايمًا خلّيك فاكر يا صديقي إن أنت تتبع طريقة الأكل الصح اللي إحنا اتكلمنا عليها في إزاي تخس في رمضان بسهولة في الفيديو اللي فات على طول، وكمان لمّا تيجي تاكل في العموم بلاش يجتمع معاك سُكّر مع كربوهيدرات مع دهون ضارة، ال3 دول من أسهل الحاجات اللي ممكن تخلّي دهون تتراكم في جسمك، سواء بتتراكم في البطن أو في الجناب أو حتى في أي مكان في جسمك، دول أسهل حاجة تخلّي الدهون تتراكم في جسمك، خلّيك حريص إن ال3 ما يدخلوش جسمك في وقت واحد، مش بس كده بلاش حتى واحد منهم يدخل جسمك بكميات كبيرة جدًا، زي ما أحيانًا بنيجي نشرب عصير على الفطار، نحط في التمر مثلًا 4 معالق سكر، مع بعدها سوبيا 5 معالق سكر، مع بعد ما إحنا فطرنا عايزين بقى كوباية شاي فيها 3، 4 معالق سكر، لمّا تيجي تحسب إن أنت من الفطار لحد السحور دخل لجسمك سكر قد إيه، ممكن يكون دخل لك لا يا صديقي كام معلقة إيه، ممكن يكون دخل لك نُص كيلو سكر أو أكتر، إحنا هنا مش بنتكلم بالمعالق، إحنا عدّينا المرحلة دي بكتير. خلّيك حريص إن السُكّر ده من أكتر الحاجات اللي فعلًا لو دخل جسمك لازمًا هتزيد دهون، سواء كنت بتجري أو بتتمرّن في الgym حتى تمرينات كبيرة أو أي حاجة، السُكّر كفيل إن هو يزوّدك دهون بمزاجك أو غصبٍ عنّك، فخلّيك حريص معاه. ده كان أول خطأ، تاني خطأ شائع جدًا وهو إن إحنا بنهمل وجبة السحور، ودي في حد ذاتها تصرُّف مش صح بالمرّة معانا، لإن خلّي بالك إن وجبة السحور هي جسمك بيتأقلم عليها إن هي تفضل تغذّيه على أطول فترة ممكنة من الصيام، زي ما أنت حريص على إن أنت وقت السحور ما تاكلش مخلّلات، لإن هي بتعطّشك، خلّيك حريص إن وقت السحور ما تاكلش أي سكريات، لإن دي اللي هتجوّعك، خلّيك فاكر المعلومة دي جدًا،
وخلّيك فاكر برضه إن أنت وقت السحور تستعين بحاجات في الأغلب بتكون مفيدة لمعظم الناس، زي الزبادي، زي اللبن لو مش بيعمل لك مشكلة في بطنك طبعًا، كمان زي الشوفان لو برضه مش بيعمل لك مشكلة في بطنك، لإن ممكن الشوفان تكون الألياف بتاعته تقيلة على بعض الناس مننا، ممكن الجبنة القريش لإن إحنا كنا ذكرنا إن هي فيها بروتين الكازين اللي بيقعد في المعدة فترة أطول من 8 ساعات، وكمان حتى الرز والبطاطس برضه كويسين جدًا. طيب يا يوسف الفول الأكلة الرسمية بتاعتنا، هاقول لك يا صديقي حتى الفول والله كويس في حالة إن هو مش بيعمل لك مشكلة في بطنك. خلّيك فاكر إن وجبة السحور بالتحديد أي أكلة بتعمل لك فيها مشكلة في بطنك، بتحس إن بطنك مش مرتاحة، بتحس إن هي فيها غازات، بتحس إن أنت عندك مغص، أي حاجة بتاكلها مش بتبقى مريحة بطنك 100% يا ريت تستبعدها، لإن دي ولا جسمك هيستفاد بيها ولا هتخلّيك حتى قاعد مرتاح وأنت صايم، فالأفضل استبعد أي حاجة زي كده. واقول لك حاجة أحسن، حاول تستبعدها خالص من حياتك، مش في رمضان بس، ده صدّقني أحسن ليك ولبطنك. ده كان الخطأ التاني اللي إحنا بنقع فيه بنسبة كبيرة. الخطأ التالت والشائع جدًا وهو قلة شرب المَيّة. إحنا كنا اتكلمنا برضه وقُلناها وهنقولها تاني وتالت إن إحنا جسمنا مش بيفرّق بين أنا جعان والّا عطشان، لكن في الحالتين هيحسسني بالجوع، وده اللي بيتقال عليه الجوع الكاذب. فخلّيك فاكر إن أنت دايمًا تشرب مَيّة كويس، لإن ده هيخلّيك ما تاكلش كتير أو بمعنى أدق تحس بالشبع كويس، وكمان هيخلّي جسمك في كامل طاقته وكامل حيويته، لإن جسمنا معظمه مَيّة مش تَكْل. وخلّيك فاكر طول ما أنت بتشرب مَيّة أكتر، طول ما أنت حرق الدهون بالنسبة لك هيكون أسهل، سواء عن طريق إن أنت مش بتاكل كتير، فبالتالي الأكل أصلًا بيخش جسمك بنسبة قليلة، وكمان خلّيك فاكر إن أنت تبعد عن المشروبات اللي فيها كافيين خصوصًا القهوة، ولو في برضه نسكافيه فيه نسبة كافيين حاول تستبعده، لإن دول بيخلّوا الجسم يجِف بسرعة جدًا من المَيّة. لو خدت بالك إن أنت لمّا تشرب قهوة أو تشرب شاي أو أي حاجة فيها نسبة كافيين حتى لو قليلة شوية، هتلاقي نفسك إن أنت بعد السحور يا دوبك بكام ساعة دخلت الحمام كام مرّة، نزّلت كل المَيّة اللي في جسمك وشكرًا على كده، أنت باقي اليوم عطشان. ده نتيجة نسبة الكافيين اللي دخلت جسمك، لإن معروف إن الكافيين طارد للمَيّة من الجسم، دي حاجة حلوة وحاجة وحشة. حاجة حلوة لو أنت بتشرب مَيّة كتير، فبالتالي برضه بتنزّل مَيّة كتير من جسمك، فأنت متأكد إن بإذن الله نسبة السموم في جسمك قليلة جدًا ونسبة الأملاح وأي حاجة وحشة قليلة، بما إن مَيّة بتنزل كتير لجسمك، كأنها بتغسل جسمك، دي الحاجة الحلوة. الحاجة الوحشة وقت أنت صايم أو وقت أنت مش بتشرب مَيّة كتير سواء صايم أو لأ، وبتنزّل مَيّة من جسمك، ده ساعتها في مَيّة بتنزل من الجسم وما فيش مَيّة بتدخل، فإيه اللي هيحصل؟ صح، جفاف على طول. تلاقي إن أنت بسرعة جدًا بتحس بزغللة في العين، بتحس إن شفايفك ناشفة، بتحس بأعراض جفاف بما فيه الكفاية، فخلّيك حريص إن أنت تستخدمها بالطريقة الصح. ندخل على الخطأ الرابع والمهم جدًا، بس معلش اسمعني من باب إن أنت عايز تفهمني، مش من باب إن أنت عايز ترد عليَّ، فخلّينا نتناقش مع بعض. الخطأ الرابع يا صديقي هي قلة الحركة اللي إحنا بنعملها في رمضان وبالتحديد وإحنا صايمين، مش بعد الأكل كمان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنلاقي كإننا بنوفّر طاقتنا وإحنا صايمين، أنا مش عايز أنزل، مش عايز أتحرك، مش عايز أمشي، لو في حتة أنا هاركب وهكذا. طيب دي يا يوسف في مصلحتنا والّا مش في مصلحتنا؟ مليون في المِيّة يا صديقي دي مش في مصلحتنا. ربنا ما خلقش جسمنا للدرجة دي من الراحة، خصوصًا لو أنت عايز كمان تخس وزن، يعني لو أنت جسمك أنت شايف إن هو مضبوط يا دوبك شوية رياضة بيفكوا جسمك والدنيا كويسة، ما عندكش دهون زيادة في جسمك، ممكن تريّح شوية في رمضان، مع إني حتى مش بافضّل الحتة دي شخصيًا. ولكن لو أنت عايز تخس وزن أو دهون في رمضان، مستحيل تكون بتعمل الطريقة إن أنت قاعد مريّح تمامًا وأنت صايم، وتقول إن أنت عايز تخس، حتى لو بتاكل قليل وبتاكل صحّي، جسمك يا صديقي لازم يتحرك. وخلّيك فاكر إن جسمك ما يضحكش عليك مرّة و2 بهدف إن أنا صايم وإن أنا مصدّع وإن أنا مش قادر ومش قادر آخُد نَفَسي وكل الكلام ده، حرفيًا هو جسمك بيضحك عليك، مش هنقول الشيطان، لإن الشيطان متسلسل، دلوقتي إحنا اللي بنضحك على نَفْسنا. زي ما أنت عارف يا صديقي إن معظم الغزوات وحتى آخر حرب لمصر كانت الناس بتحارب وهي صايمة، وده أكبر دليل على إن جسمك وهو صايم من حقه يتحرك ويروح وييجي، فما تعاملش جسمك على إن أنا عايز أحافظ على الطاقة بتاعته، مش عايز أتحرك ومش عايز أروح ومش عايز آجي، عايز أفضل ساكت، زي الضفدعة كده بالضبط وقت البيات الشتوي. أنت مش ضفدعة يا صديقي، إحنا أحسن من كده. الخطأ الخامس ودي اللي بنقول عليها حلويات رمضان اللي كلنا لازمًا ننولنا منها. خلّيك فاكر يا صديقي إن السكر من الحاجات اللي إحنا قُلنا عليها صعبة جدًا إن أنت تكون بتدخّلها جسمك وتحرق دهون. ممكن عشان تحل المعادلة دي وتوزن بين إن أنت عايز سكر وبين إن أنت تحرق دهون، إن أنت تاخد حلويات رمضان بما فيها قطايفها وكنافتها وكل حاجة من اللي نِفْسك فيها مرّة أو مرتين في الأسبوع، دي حاجة كويسة، لكن مش يومية، لإن في ناس فعلًا بتدخّل السكريات والحلويات يوميًا بعد الفطار، فلو أنت بتعمل كده وعايز تخس، ده حاجة مش منطقية بالمرّة. الخطأ السادس واللي إحنا برضه بنُقع فيه بنسبة كبيرة وهو إن إحنا بنيجي وقت الفطار ندبّها بمعنى كلمة ندبّها، وهنا ينطبق علينا إن مدفع الإفطار لمّا يضرب برافو عليك، يضرب في بُقِّنا، مع إن إحنا كنا حذّرنا مش عايزين نكون من الفئة دي. على قد ما تقدر يا صديقي حاول إن أنت أكلك يكون متقسّم لوجبات،
حتى لو وصلت إن أنت بتاكل في اليوم بعد الفطار 3 و4 مرات، وحتى لو عايز أكتر من كده ما فيش مشكلة، المهم إن هي تكون وجبات قليلة كارب وقليلة دهون ضارة وتكون فيها بروتين كويس. الوجبات دي في كل الأحوال جسمك بإذن الله هيستفيد منها، طالما أنت بتاكل وقت ما تحس إن أنت جعان بمعنى كلمة جعان يعني شارب مَيّة مش جسمك بيضحك عليك، فساعتها بإذن الله هتستفاد من الأكل ده، ومش هيروح للدهون بسهولة. وخلّيك فاكر إن أنت كل ما تبقى منظّم أكلك سواء في رمضان أو غير رمضان، كل ما أنت هتعاني مع جسمك أقل. يعني لو أنا متعوّد إن أنا باكل وليكن الساعة 07:00 أو 08:00 وباكل الساعة 14:00 أو 15:00 وباكل الساعة 19:00 أو 20:00، دي أوقات أنا حطيتها كده دلوقتي بسرعة، ممكن أنت تحط زي كده أو حتى تزوّد لك معلقتين 3 تانيين، ما فيش أي مشكلة. المهم كل ما أنت مثبّت أوقات بتدخل لجسمك فيها الأكل، كل ما أنت هتريّح على نفسك. هتلاقي إن وقت الأكل بالتحديد بتحس بجوع، تقوم تاكل وترجع تاني، تضبّط دنيتك زي ما أنت عايزها. وفي نفس الوقت ما تنساش إن أنت دايمًا تكون في إزازة مَيّة جنبك بتشرب منها على مدار اليوم، سواء في رمضان أو حتى غير رمضان. المَيّة عامل مهم جدًا، جدًا يا صديقي، مش في إن أنت تخسر دهون بس، ولكن عشان جسمك أصلًا يكون بيتعامل بكفاءته 100% على مدار اليوم. فاوعى المَيّة تقِل من جسمك. الخطأ السابع واللي أنا ذات نفسي باحاول أضبّطه لحد دلوقتي ولكن للأمانة هو مش بيضبط معايا 100% أبدًا، وهو النوم في رمضان. خلّيك فاكر ومتأكد من حاجة مهمة جدًا، إن أنت كل يوم بتنام فيه أقل من 6 ساعات، مستحيل الحرق بتاع جسمك يكون طبيعي 100%، ولا حرق جسمك ولا هرمونات جسمك ولا أي حاجة في جسمك مش هتكون طبيعية 100% لو أنت بتنام في اليوم أقل من 6 ساعات. ولكن إحنا عارفين إن إحنا في رمضان عقبال ما بنخلّص صلاة التراويح وبعدين نرجع نقعد مع العيلة شوية أو نرجع نشتغل شوية، فجأة الساعة بقت 00:00 ما تعرفش إيه اللي حصل. مش بس كده، أنت كمان 3 ساعات عندك سحور. فأنت يا يوسف هنجيب ال6 ساعات منين؟ هاقول لك والله يا صديقي مش عارف، لو عرفت يا ريت تقول لي، عشان أنا كمان عايز أجيب ال6 ساعات دول ولسه بندوّر عليهم مع بعض. ولكن أنت على قد ما تقدر خلّي بالك إن أنت تنام أكبر قدر ممكن، لو قدرت في يوم 6 ساعات تمام، قدرت في يوم أقل من كده شوية صغيرين برضه تمام، بس خلّيك على قد ما تقدر إن أنت تلتزم على الأقل ب6 ساعات، وربنا يعينني ويعينك يا صديقي في النقطة دي. في خطأ كمان يا صديقي منتشر جدًا إحنا بنعمله وأنا ذات نفسي كنت باعمله لحد من فترة قريبة، وهو إن أول ما ييجي شهر رمضان خلاص أنا أبطّل تمرين، سواء سباحة، سواء في الgym، سواء أي تمرين باعمله، أنا خلاص مش هاتمرّن تاني، عايز أحافظ على طاقتي وصحتي شوية اللي أنا صايم فيهم. هاقول لك يا صديقي الكلام ده مش صح أوي، لإن الطبيعي سواء أنت عايز تخس دهون أو حتى تزيد نسبة عضلات على قد ما تقدر، إن أنت تتحرك وتتمرن وأنت صايم دي حاجة مفيدة جدًا، جدًا ليك ولجسمك. ولكن الفكرة كلها إن أنا مثلًا لو باتمرن تمرينتي العادية، تمرينة رجل في الأيام العادية بتاعتي، 6 أشكال كل شكل 5 مجاميع، وباقعد حوالي 50 دقيقة في الgym، كل اللي أنا باعمله إن أنا هاجي وقت رمضان هاتمرن نُص الحاجات دي بالضبط، تقريبًا وقتي في الgym حوالي 25 دقيقة، 30 دقيقة. في ناس ممكن تقول إن ده قليل أو تشوف إن ده قليل، أقول لك يا صديقي هنا كل واحد أدرى بالطاقة بتاعته وبإمكانية جسمه في الوقت ده. فأنا ممكن أتمرّن 50 حاجة ولكن جسمي في الحقيقة استفاد قد إيه؟ يعني في الحقيقة جسمي هل أنا حطيته تحت ضغط إن هو يستفاد وينمو بيه والّا حطيته تحت ضغط اللي أنا عجّزته بيه؟ فخلّيك فاكر إن دايمًا أنت بتتمرّن بده مش بده، يعني بتتمرّن بدماغك مش بعضلاتك، دي فعلًا هتفرق معاك جدًا. على قد ما تقدر حاول إن أنت تتمرّن وقت رمضان، ما تقعدش شهر رمضان كله ما بتتمرنش، ده حاجة مش صح. وفي نفس الوقت لو أنت تقدر تتمرن بعد الفطار ده هيكون أفضل ليك لو أنت عايز تزيد عضلات، ولكن لو عايز تخس دهون الأفضل إن أنت تتمرن قبل الفطار بحوالي ساعة، عقبال ما تتمرن وتخلص تمرينتك وترجع تضبط دنيتك، هتلاقي إن المغرب بيأذن وتقدر تفطر على طول، دي حاجة كويسة جدًا. طيب يا يوسف أنا عايز أزيد عضلات ولكن أنا ما عنديش وقت بعد الفطار، فيبقى الأحسن ليّا إن أنا ما اتمرنش، صح؟ هاقول لك يا صديقي لأ مش صح، اتمرن قبل الفطار، في كل الأحوال أنت لازمًا تتمرن، عندك وقت قبل الفطار اتمرن، عندك وقت بعد الفطار اتمرن، المهم إن أنت تتمرن، لأن التمرين في حد ذاته ده بيحافظ على إن جسمك يكون فيه الدورة الدموية ماشية كويس، وفي حد ذاتها دي حاجة هتحسّن الحرق بتاعك وتقلل نسبة الدهون في جسمك وتخلّي مزاجك كويس، وكل حاجة أنت عايزها هتكون كويسة بإذن الله طالما أنت بتتمرن كويس. فأنت خلّيك محافظ على إن مهما حصل سواء صايم أو لأ، التمرين بتاعك ما يتقطعش بسهولة. دي كانت كل الأخطاء اللي أنا شُفتها وكمان وقعت بجزء منها كبير جدًا. أنت كمان عايزك تقول لي إيه الأخطاء اللي كنت بتقع فيها وإحنا ما جبناش سيرتها، عايزك تذكرها في الكومنتات عشان برضه الناس تستفاد منها، وبإذن الله أشوفك الفيديو الجاي. سلام.